ايه الاعراض بتاعت سحر الهواتف دوت وبيتعامل ازاي؟ سحر الهواتف الاعراض بتاعته الاحلام المفزعه. الاحلام المفزعه. والامر الثاني، يرى الانسان في منامه كانه مناديا يناديه، يحس ان في المنام بتاعه زي حد بينادي عليه. تمام. وايضا في اليقظه بيسمع اصوات تخاطبه وهو صاحي. الانسان المصاب بسحر الهواتف بيلاقي اصوات بتخاطبه بتكلمه وهو مش شايف اشخاص، بيسمع اصوات بتنادي عليه وهو مش شايف حد. الامر الرابع او العرض الرابع كثرة الوساوس في دماغه. كثرة ايه؟ الوساوس. الامر الخامس كثرة الشكوك في الاصدقاء والاحباب. كثرة ايه؟ الشكوك في الاصدقاء والاحباب. وايضا الامر السادس، يرى الانسان في منامه كانه سيسقط من مكان مرتفع او مكان عالي. هيسقط من فوق بيت، هيسقط من فوق برج، هيسقط من فوق جبل، هيسقط من فوق شجره. المهم يرى في منامه كانه سيسقط من مكان عالي. تمام. الامر السابع او العرض السابع، يرى في منامه حيوانات تطارده. حيوانات بتطارده، اسود، كلاب، قطط. يرى يعني حيوانات. المهم الحيوانات دي بتطارده في منامه، حيوانات مفزعه بتفزعه في المنام وبتطارده. فدي كلها اعراض ايه؟ اعراض لسحر الهواتف. طب سحر الهواتف كيف يحدث؟ طبعا السحرة عليهم لعنة الله او الساحر اللي هو بيقوم بالسحر دوت بيرسل جني ويكلفه بانه ايه؟ يشغل هذا الانسان في منامه وفي اليقظه. الساحر بيكلف الجني ان هو ايه؟ يشغل الانسان اللي هو مصاب بسحر الهواتف، يشغله في المنام ويشغله فين؟ في اليقظه. فيتمثل له الجن في المنام بالحيوانات المفترسه اللي هي بتنقض عليه، وفي اليقظه بيناديه، بيندى عليه. ربما اصوات اناس بيكون يعرفهم، ناس يعني بيعرفوا مين الشخص اللي هو المصاب بالسحر دوت، او باصوات وناس غريبه. وبعد كده بيعمل عنده عمليه التشكك، يشككوا في القريب والبعيد. وقد تختلف الاعراض بحسب قوه السحر وضعفه. فربما ازدادت الاعراض حتى تصل الى سحر الجنون. يعني سحر الهواتف قد يؤدي الى الجنون، وربما تضعف حتى لا يعني تعدل وسوسه. تمام. دي الاعراض، كيفيه عمل السحر دوت اللي بيعملوا السحر ازاي. طيب العلاج طبعا دائما وابدا بنقول العلاج احنا واحد. العلاج في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان احنا نلتزم بالدين، ان احنا نحافظ على الصلاه في اوقاتها، اذكار الصباح والمساء، شغل سوره البقره في البيت، نستمع للرقيه الشرعيه 3 مرات يوميا لمده 7 ايام، نستخدم الملح اللي هنرش بيه البيت كله او الشقه ما عدا الحمام، مره بعد طلوع الشمس بربع ساعه ومره قبل الغروب بربع ساعه لمده 7 ايام. وخلال ال7 ايام هذه سيكون الانسان بامر الله تعالى تجرد من هذا السحر وتخلص منه بامر الله تعالى. واي حد عنده اي سؤال او استفسار يكتبه وانا هرد عليه في خلال هذا الامر بامر الله تعالى في التعليقات. واتمنى اني اكون قدرت اوصلكم معلومه. واخيرا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.